السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أي إنسان غايته في الدنيا إن هو ينجح. طيب ولما ينجح هيبقى بيعبد ربنا وهيبقى بيحسن كمان عبادة ربنا، بس في شيطان مش عايزك توصل ان انت تحسن عبادة ربنا، ولا ان انت تطيع ربنا اصلا، ولا ان انت تعبد ربنا صح. فبيشوفك انت ايه نقطة ضعفك ويبتدي يشتغل عليها. من ضمن نقط الضعف اللي في ناس كتير قوي بتشتكي منها هي اليأس. اليأس يا جماعة هي أصعب مشكلة ممكن تواجه الإنسان في حياته. ليه؟ لان اليأس يا جماعه هو شعور بيصيب الانسان بيخليه يبتدي يشوف ان هو مش هيقدر يحقق اللي هو عايزه، يفقد الامل في انه يحقق ان هو عايزه، وده هيؤدي ليه ان هو هيبقى عنده فكرة فقدان الشغف وفقدان ان هو عايز يعيش، وعنده زهد في الحياة، هو مش عايز يكمل، والكلام ده كله هيوديه لنقطة معينة ان هو يبتدي يجيله اكتئاب وحاجات من دي. طيب مفيش شك طبعا ان الانسان لما بيفشل في دراسة او في عمل او زواج بيبتدي يفقد الامل ويبتدي يحس بيأس ويبتدي يتضايق. طيب والشعور ده لو قعد فترة قليلة او قعد فترة كده معينة وابتدى يروح، فده عادي، هيروح وهيتحسن وده طبيعي. لكن لو طول بيبقى مشكله، وممكن يعمل مرض اللي هو اكتئاب، وممكن يعمل مشاكل كتير، وممكن يؤدي الى الانتحار. طيب الحياه الانسان وافعاله هي عباره عن انفعالات واحاسيس. الانفعالات والاحاسيس دي ساعات بتبقى فرح وساعات تبقى حزن. طيب احنا المفروض ان احنا هنتعامل، هو احنا ازاي بنواجه الموضوع ده؟ طيب ايه هي الحاجات اللي بتخلي الانسان يخش في مرحله اليأس؟ اول حاجه طبعا ضعف الوازع الديني، هو ما عندوش فكره ان هو يبقى عنده ثقه في ربنا، وفكره ان هو يبقى يحارب عشان الحاجه. اول ما حاجه تقف قدامه او يفشل في حاجه خلاص يبتدي يحس ان دي نهايه الحياه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. طيب تاني حاجه غير ضعف الوازع الديني، انه يكون عنده فشل في عمل او في علم او في زواج، دراسه يعني او زواج. تالت حاجة عدم مقدرته ان هو يحل مشاكله، وعدم تأقلمه مع ظروف الحياة اللي هو عايشها تحت اي ظرف. رابع حاجة كمان ان هو يبقى عنده عزلة وانطوائية، فده ممكن يخليه يخش في حالات من طبعا اليأس. كمان ضعف الماديات، يعني لما بيكون الانسان بيعاني من حاجة مادية، مشكلة مادية، بيبقى سهل عليه ان هو يدخل في اليأس. المشاكل الأسرية، طبعا المشاكل الأسرية بتخليه يحصل تفكك في الأسرة، ويحصل إن الناس تبعد، فيبتدي يحس بعزلة وغربة ووحدة، ودي مشاعر سلبية. طبعا المجتمع أو البلد أو الحاجة دي لو عايشة، لو فيها مشاكل وفيها حالة عدم استقرار، بيبقى طبعا عنده مشكلة في إن هو يعيش الحياة كويس، بيبقى حاسس بعدم استقرار وعدم أمان وعدم راحة. طيب ايه الاثار المترتبه بقى لليأس على الانسان؟ طيب في مشاكل او اثار مترتبه على الفرد وعلى المجتمع. طيب هنتكلم الاول على الفرد. على الفرد طبعا بيبقى عنده ضعف ثقته في نفسه، وطبعا ضعف الثقه في النفس دي بتخليه مع اول فشل يقابله او مع اول مشكله يقابله يحس ان هو ملوش لازمه في الحياه. تاني حاجه ان بيبقى فيه تراجع في كل مراحل حياته وفي كل اتجاهات حياته سواء عمل او علم. تالت حاجه غير ان هو بيبقى عنده الكلام ده، سيطره الافكار السلبيه او المشاعر السلبيه عليه. رابع حاجه ان هو غير سيطره المشاعر والافكار السلبيه، هو طبعا بيبتدي يميل للعزله والوحده والانطواء، فيبتدي يحصل ان هو يبتدي يكره المجتمع. وبعد كده ممكن يخش كمان في حاله من الاكتئاب المزمن، والاكتئاب المزمن ده ممكن يدخلنا في اخر حاجه اللي هي الانتحار لو ما اتعالجش طبعا وما خدناش بالنا. طب ايه اثر الاثار المترتبه طبعا لليأس على المجتمع؟ هو في اثار على الفرد وعلى المجتمع؟ طبعا في اثار على الفرد وفي اثار على المجتمع. طيب دلوقتي هو المجتمع بيتكون من افراد، كل ما هيكون عدد اللي عندهم يأس كتار هيبقى فيه مشاكل كتير. طيب اول حاجه طبعا قله الانتاج. الانسان اليائس بيبتدي يبقى عنده حاله من الخمول والاحباط، والحاله دي بتدفعه ان هو مش عايز يشتغل ولا عايز يعمل اي حاجه، فيبقى فيه قله عمل او مفيش عمل اصلا. تاني حاجه اثبتت الدراسات ان معظم الناس اللي عندها يأس شديد بيفكروا في الانتحار كتير، نتيجه ان هو مش حاسس باستقرار ولا بامان. تالت حاجه طبعا فكره ان هو
هو التفكك الاسري ده بيخليه طبعا يبقى عنده مشاكل كتير، ويبقى عنده حاجات كتير قوي تعباه، فهيبتدي وحاسس ان هو لوحده، حاسس ان هو بعزله. طب ليه هم عملوا كده؟ والتفكير اليائس بيخلي فيه افكار سلبيه كتير. طب ليه هم عملوا كده؟ طب انا ما عملتش فيهم حاجه وحشه، طب هم عملوا كده. فيبتدي يدخل في مرحله اكبر من الاكتئاب، وزي ما قلنا الانتحار. كمان ما بيبقاش فيه طاقات ابداعيه، لان الطاقات الابداعيه دي بتظهر لما تكون انت بتفكر كويس ومخك منظم وحياتك كلها منظمه. طب ما فيش الكلام ده، هيبتدي في هدر للطاقات الابداعيه. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها وكله يركز فيها، وهنتكلم عنها بكذا مستوى، وهنقول على كذا حاجة. طيب بس محدش يستهون بأي حاجة من اللي هنقولها أو يقول ده كلام مكرر. بس ركز في الكلام المكرر اللي انت بتقول عليه ده، وركز في ان انت تعمله فعلا، هتلاقي الموضوع مختلف تماما. طيب أول حاجة طبعا هو الاكتئاب مش مرض. الاكتئاب ده حاجة عارضة، حاجة عارضة بتحصل، ولو انت لفتره معينه لو انت ما خدتش بالك منها، او ما خدتش بالك من اللي قدامك انه عنده الموضوع ده، او طول بيبتدي يتقلب لمرض. طب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها؟ اول حاجه ان انت تعزز ثقتك بربنا سبحانه وتعالى، وتعزز ثقتك بنفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يعني ما تزودوش في ان انتوا الناس اللي اسرفت على نفسها في الذنوب وفي الخطايا وفي ان هم ضيعوا وقت كتير، ما تعبوش في حياتهم بالشكل الكافي اللي يخليهم ينجحوا، عندهم مشاكل كتير. ما تيأسوش. القنوط هو اليأس الشديد. ما تيأسوش من رحمة ربنا. ربنا بيغفر الذنوب للناس كلها، وبيساعد الناس كلها، وبيديك فرص كل شوية مختلفة. ولو انت ما كانش ليك فرصة في الموضوع ده، هيبقى ليك فرصة في حاجة تانية. فما تقنطش او ما تيأسش من رحمة ربنا. تاني حاجة ان انت طبعا تبتدي تبعد عن الافكار السلبية او المشاعر السلبية اللي بتستدعي اليأس. ابعد عن الاصدقاء او الناس القريبة منك اللي نظرتهم نظرة بائسة يائسة يعني. رابع حاجة، حاول تحل مشاكلك وتثق في نفسك. ولو ما قدرتش تحل المشاكل دي، مفيش مانع ان انت تشوف حد من اهل الخبره او من اهل الثقه اللي عندهم خبره، او تستعين بحد يساعدك متخصص. طيب بعد كده المفروض ان انت كمان تبتدي تبص للموضوع ان انت ترتب حياتك حسب جدول او فكره او خطه معينه مبنيه على الاهداف. وحاول تخلي يعني انت تمشي على حسب اهداف، تحط خطه كده فيها اهدافك وتبتدي تمشي عليها. بس الاهداف دي لازم تكون اقرب للواقعيه شويه، ما تبقاش اهداف حالمه او اهداف صعب تحقيقها، فيبتدي يحصل مشاكل تخليك انت ما تقدرش تكمل، او ان انت تلاقي ان انت الاهداف اللي انت حطيت لها الاحلام دي صعب تحقيقها، فتبتدي تخش في يأس اكتر. كمان ابتدي ان انت تعمل تمارين رياضيه، وبالذات تمرينات اليوجا. طبعا دي هتخلي تفكيرك منظم، هتخليك اهدى، وهتخليك تفكر بطريقه فيها شويه تفاؤل. كمان ابتدي شغل موسيقى محفزه هتبعد عنك التفكير السلبي والتفكير اللي هيتعبك واليأس. كمان ان انت لازم تبتدي تختلط بالناس اللي هي عندها قدره على التفاؤل، اللي بتحاول على الرغم من كل الصعوبات اللي قابلها انها بتحاول تتحسن. طبعا انت المفروض كمان تبتدي تبص لكل حاجه بتعملها، حتى لو انت مش شايف نتائجها حالا، تبص ان كل حاجه بتقربك من النجاح. ولو انت ربنا ما كتبلكش النجاح في الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي، بس انت بتعمل حاجه تخليك تقرب من النجاح وانت بتتعب، وان ليس للانسان الا ما سعى. انت بتعمل اللي عليك. النجاح بقى والتوفيق سواء في المجال ده سواء في مجال تاني، هو حاجه كويسه انت بتعملها هتخليك ان شاء الله باذن الله توصل للي انت عايزه. طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عليها اللي هو العلاج بالقرآن. طبعا القرآن بيحسن النفسية وبيديك روح وبيبعد عنك الشيطان وبيخليك مخك وأفكارك متفتحة وتقدر تكمل وتقدر تعيش كويس. طيب فإن أنت تقرأ القرآن أو تسمع القرآن أو تبتدي تقرأ تفسير القرآن هيديك خبرة وهيديك راحة نفسية وهدوء وأمان وراحة بال. طيب وفي نفس الوقت ربنا بيقول، احنا قلناها في وسط الفيديو بس هنقولها تاني: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب فاليأس هو يعني يعتبر من الكفر، إن أنت تيأس من روح ربنا.
ان انت تيأس ان ربنا مش هيحل لك الموقف اللي انت فيه ايا كان، ان انت تيأس ان ربنا مش هينجحك، طب ده نوع من انواع الكفر. يبقى انت كده مشيت ورا الشيطان اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص، اللي هو من مصلحته ان انت ما تعبدش ربنا كويس، من مصلحته ان انت ما تنجحش، من مصلحته ان انت ما توصلش لحاجه كويسه، فيبتدي يكسر فيك ويكسر في اهدافك ويكسر في احلامك. فركز في الطريق المستقيم، ركز في ان انت لو يأست من روح ربنا يبقى انت كده بتكفر. فركز في الكلام ده، وحاول تطبق الحاجات اللي احنا قلناها بهدوء، وان انت تفكر فيها صح، وكل خطوه من اللي قلناها في التخلص من اليأس ان انت تكتبها وتبتدي تفكر في كل خطوه وتبتدي تشتغلها صح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا في القناه. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.